السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه حلوه قوي قوي. كيكه شوكولاته غرقانه بصوص الشوكولاته. هنعمل صوص اقتصادي قوي. الكيكه هنعملها ببضايه واحده وهتطلع هشه وطريه. تابع الفيديو للاخر عشان خاطر تشوفي الطريقه بالظبط اتعملت ازاي، وبجد هتطلع معاكي احلى كيكه شوكولاته ممكن تعمليها. كيكه في منتهى الشوكولاته. انا سميتها كده من كتر ما هي فيها شوكولاته ومعموله بصوص شوكولاته. كله هنعمله مع بعض بطريقه اقتصاديه وسهله. ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك والكومنت على الفيديو، ولو عجبك الفيديو شيريه لاصحابك. ويلا بينا نبتدي. يلا بينا نقول بسم الله ونبتدي على الطريقه. هي طريقه سهله جدا. المقادير انا هقولها لكم. هو كله هيكون في الخلاط. احنا هنستخدم اول حاجه الزيت، هننزل بيه في الخلاط. انا استخدمت 200 ملي من الزيت، او مثلا مج كبير. واستخدمت سكر حبيبات عادي 125 جرام من السكر. ممكن نقلل او نزود حسب الرغبة. كل ده هنحطه في الخلاط. والكاكاو انا استخدمت 85 جرام من الكاكاو او كوباية الا ربع. اللبن 85 جرام من اللبن. كل ده في الخلاط برضو. وهنضرب كل ده مع بعض الاول في الخلاط. انا استخدمت في الكيكه دي بيضه واحده علشان خاطر احنا عايزين نعملها اقتصاديه وتطلع بنتيجه حلوه. لكن لو انت عايزه تزودي البيض عن كده ممكن تزودي براحتك. هنضيف البيضه في الخلاط، وبعد كده هنضيف عليها معلقه صغيره من الفانيليا، وهنضرب كل ده مع بعض في الخلاط. بعد كده هننزل عليهم بالزبادي. هي علبه زبادي كبيره او 180 جرام من الزبادي. الدقيق احنا هنستخدم 3 مجات من الدقيق معيار. المج يكون 200 ملي او يعني كله هيكون 600 جرام من الدقيق. هننخلهم طبعا كويس جدا. هنحط لهم رشة الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهننزل عليهم بالخليط بتاعنا. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت الجميل على الفيديو والاشتراك في القناة. هنقلب الخليط بتاعنا كويس، بس براحة علشان خاطر الدقيق ما يدلقش مننا. وكله هنقلبه بالسباتيولا. احنا مش هنستخدم مضرب ولا هنستخدم اي حاجة. وما تنسيش تحطي معلقة صغيرة من القهوة او النسكافيه. دي بتعزز طعم الشوكولاتة جدا اللي في الكيكة، وبتفرق في طعمها، يعني بتديها طعم شوكولاتة اقوى، وبتخلي ريحتها كمان حلوة. هنصب الخليط بتاعنا في الصينية. انا استخدمت صينية مقاس 30 في 23. ممكن تستخدمي صينية اكبر شوية او اصغر من كده لو انت عايزة الكيكة بتاعتك تبقى عالية قوي. وما تنسيش تخبطي خبطتين في الصينية كده. وخدي بالك اهم حاجة عشان الكيكة بتاعتك تبقى ناجحة لازم الفرن يكون سخن قبل ما ندخل الكيكة ب10 دقايق اقل حاجة. هنحطها على نار عالية لمدة نص ساعة. دلوقتي احنا هنعمل صوص الشوكولاتة. احنا هنستخدم 400 جرام من اللبن او الحليب. هنحطه في حلة على النار، وهننزل عليهم بكاكاو. انا استخدمت 85 جرام من الكاكاو او نص مج من الكاكاو، كاكاو خام. يفضل ان احنا نستخدم كاكاو نوع حلو. كل ما كان الكاكاو بتاعك نوع حلو هيطلع لك نتيجة حلوة للصوص. وكل ده على النار. هنخلي النار بس متوسطة، ما نعليش النار. وهنقلب لحد ما الكاكاو يدوب شوية في اللبن. بعد كده هنضيف السكر. انا استخدمت 85 جرام من سكر الحبيبات. لو عايزة تزودي او تقللي ده حسب الرغبة. هنضيف الدقيق. هما معلقتين كبار من الدقيق. هنقلبه كويس، وممكن تحطي الدقيق بره الاول في كوباية وتقلبيهم علشان خاطر ما يكلكعوش منك لما تضيفيه على الصوص. وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا. انا حطيت معلقه النشا في معلقتين من اللبن، ودوبت النشا الاول عشان ما يكلكعش مني. وبعد كده ضفتها على الصوص، وهنقلب كله كويس مع بعضه. وهنخلي بالنا لان المرحله دي بعد ما احنا بنضيف النشا الصوص بتاعنا هيبتدي يتقل. لو انت عايزه الصوص يكون تقيل شويه اكتر من كده هتضيفي بدل معلقه النشا معلقتين نشا. يعني انت هتتحكمي في الصوص زي ما انت حابه قوامه. وفي الاخر قبل ما اقفل على الصوص بدقيقة هحط مكعبين من الزبدة، وهقفل الصوص بتاعي. وكده الصوص بتاعي جاهز، وصوص حلو قوي قوي بجد. هيعجبك لو جربتي الطريقة دي في صوص الشوكولاتة، واقتصادي جدا.
بعد ما الكيكة بتاعتي طلعت من الفرن، هنجيب خلة كده وهنخرم الكيكة علشان خاطر هنصب عليها بس نص كوباية من اللبن، او ممكن اقل من النص كوباية. على فكرة هي ما كانتش محتاجة ان انا احط لها لبن، بس هو احنا بنحط لبن علشان خاطر نخلي الكيكة طرية اكتر وتبقى جوسي كده، والصوص اللي هحط عليها تشربه برضو. احنا ممكن نستغنى عن الخطوة دي لان كده كده الكيكة بتاعتنا دي طالعة هشة وطرية جدا جدا، بس هو اللبن خلاها طرية اكتر. طبعا التزيين ده بقى بتاعك حسب ذوقك وحسب اللي انت حابة تزيني بيه. انا زينته تزيين بسيط كده. طبعا الكيكة حلوة قوي قوي بجد. الطريقة دي لو جربتوها هتعتمدوها في كيكة الشوكولاتة وصوص الشوكولاتة. بص هي غرقانة في صوص الشوكولاتة. طريقة اقتصادية وحلوة قوي. من بيضة واحدة بس عملنا أحلى كيكة، غير إنها طبعا في الخلاط، فهتبقى سهلة في 5 دقايق هتعمليها. هي طريقة ناجحة 100%. لو جربتيها هتعتمديها. الكيكة دي سفنجية وهشة جدا، ممكن تعملي بيها جاتوهات، ممكن تعتمديها لأي طريقة حابة تعملي بيها. كيكة فانيليا، كيكة شوكولاتة، جاتو، هتعجبك قوي لو جربتيها. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، يا ريت تشيروه لأصحابكم، ما تنسوش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع ألف سلامة.